السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي في الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف يا رب. مرحبا بكم عندي كاملين في قناتي وقناتكم شيوات لطيفة ام رقية. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الاقتراح للكوتي ميني حريشات معمرين بالطن والفلفله. صراحه كيجيو رائعين، كيجي العجين ديالهم كيجي رطب، والمذاق ديالهم صراحه كيجي روعه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبعوا حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. وما تنسونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمر ونعطيكم كل جديد ان شاء الله. صراحه هاد الحريشات كيجيو روعه ودغيا كيوجدوا، ما كيشدوش الوقت بزاف، صراحه رائعين اقتصاديين في نفس الوقت، والمذاق ديالهم ما نعاودش لكم تجربوهم ان شاء الله وردوا عليا. ما تنساوش كذلك تشاركوا لي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده وتكبر العائله ديالنا ان شاء الله. هنا بالنسبه للحشوه، عندي هنايا فواحد المقيله. بالنسبه للحشوه عندي جوج ديال الفلفل الحلو مقطعين مربعات صغار، جوج بصلات مشلضين، قزبور ومعدنوس، ودريس ديال الثوم محكوك. وعندي كذلك شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزيت ديال الطون، حيت هاد الحريشات غنعمرهم بالطون ان شاء الله. داك الزيت راني ما ضيعتوش، درتو للحشوه. بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال القزبور حبوب، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملحه بطبيعه الحال، واللي كتبقى دائما حسب الذوق. هنايا غنخلط الحشوه ديالي مزيان. صافي كنديرها فوق النار تكون عافيه، تكون مجهده باش ما تطلقش لكم ديك الفلفله الماء. صافي تبداو تحركوا هكا حتى كتنسجم لكم المكونات ديالكم او الحشوه وتشحر مزيان. ضروري تخليو ديك الفلفله مع البصله والمكونات حتى تدبال. نتوما بهذه الطريقه بعد ما بدات يعني كتدبل ديك البصله مع الفلفل الحلو، تبقاو تحركوا فيه باش ما يتلصقش لكم الحشو. صافي كتخليوه على جانب حتى كطيب مزيان مزيان. عاد كنجيو للمرحله الاخيره اللي غنضيفو فيها الطون. صافي في هذه الاثناء راني غنضيف واحد العلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت، كما قلت لكم داك الزيت راني ما ضيعتوش، درتو في الحشو. صافي غنخلط داك الطون مزيان. صافي هنا غير غنخلط داك الطون مع الحشوه. صافي غنطفي عليها، يعني حيت اصلا الطون راه كيكون طايب وكل شيء. صافي الحشوه راه خليناها حتى طابت لينا مزيان. صافي هنا نخلط الحشوه ديالي مزيان ونخليها تبرد. صافي هنا بعد ما خليت الحشوه ديالي على جنب تبرد، عندي هنا فواحد الاناء نص كيلو ديال السميده رقيقه ما يعادل 4 الكؤوس ديال العنبه، نقصت منهم نص كاس. عندي معلقه صغيره ديال الملحه ما تكونش عامره، معلقه كبيره ما عامراش ديال خميره فوريه او خميره ديال الخبز، كذلك معلقه كبيره ديال السكر حبيبات او سكر سنيده. غنخلط النواشف بهذه الطريقه. من بعد غنضيف نصف كاس عنبه مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. صافي هنا نحاول نبسبس ديك السميده بديك الزيت مزيان مزيان غير بالاطراف الاصابع، وحاولوا انكم تاكدوا ان السميده ديالكم كامله ملبوسه بداك الزيت ضروري. صراحه الاخوات هاد الميني حرشات كيجيو غزالين، كيجيو فنين، يعني بالطون كيجي مذاق ديالهم رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم باذن الله. صافي هنايا بعد ما يعني لبست السميده ديالي بالزيت مزيان، تاكدوا انكم كامله ملبوسه بالزيت. هنايا غنضيف جوج كؤوس عنبه من الماء الدافي. نتوما دائما العبار بكاس العنبه. صافي هنايا غنحاول نجمع الخليط غير بالاطراف ديال الاصابع فقط، يعني ما تعجنوش الخليط ديالكم ضروري. هاد الملاحظه، ما تعجنوش الخليط ديالكم، ضروري تجمعوا غير بالاطراف ديال الاصابع. هانتوما بهاد الطريقه. وبالنسبه للخليط القوام ديالو كيجي شويه خفيف، حيت مازال غنخليه على جانب. دابا غنخليه يتشرب ليا واحد 5 دقائق هكاك. صافي هنا بعد ما خليت الخليط ديالي دابا غنبدا ان شاء الله نوجد فيهم. خديت الغلاقه، هذه غلاقه عاديه كنستعملها، ممكن تستعملوا ديك لي سيركل. انا هنايا عندي هذه عمليه صراحه زوينه، كدير نفس النتيجه اللي غتعطيني دوك لي سيركل كتعطيها ليا نيت الغلاقه. صافي هنايا غنحاول خديت الخليط واحد الكميه من الخليط، بسطته شويه في يديا. صافي هنايا عمرته بالحشو، درت واحد المعلقه، المهم نص معلقه صغيره ديال نص معلقه كبيره عفوا ديال الحشو. فوق منه شويه ديال الفرماج احمر، ممكن تستعملوه، ممكن يعني الا كان استعملوه، ما كانش ماشي ضروري.
الى يعني كما شفتوا معايا يعني ملي غلقت ديك الحريشه ديالي خرجت ليا شويه الحشوه، ماشي مشكل، زيدوا شي واحد الطريف، زدت واحد الطريف ديال العجين ديال الحريشات هكا صافي. من الفوق تاني كترشوا بديك السميده اللي نقصنا في الاول، ضروري ترشوا ديك الغلاقه من الفوق تاني ترشوها باش ما تلصقش لكم. صافي كتحاولوا هنايا تحيدوها بهذه الطريقه. صراحه الطريقه سهله وعمليه، هانتوما ندير معكم الثانيه باش توضح لكم الطريقه سهله صراحه. كميه ديال العجين، المهم انا هنايا درتهم شويه غلاظ باش تجي زوينه ويجيو في المذاق ديالهم رائعين. بالنسبه لكم الاختيار زعما ممكن ديروهم شويه رقاق، ولكن صراحه هما كيجيو زوين لا يعني معمرين شويه، يكون شويه غلط ماشي بزاف، ولكن يكون السمك ديالهم شويه هذا شويه غليظ. صافي هانتوما بنفس الطريقه كنرش ديك الغلاقه بالسميده من الفوق تاني كنرش فوق العجين عاد يعني عاد كنقد بهذه الطريقه. طريقه سهله وعمليه. هانتوما الاخوات راني غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي بنفس الطريقه كما قلت لكم في الاول، طريقه عمليه وسهله ودغيا كتصايبوهم. صراحه هاد ميني حريشات كيعجبوني لانهم ساهلين في الخدمه ديالهم، ما كيشدوش الوقت بزاف، ودغيا كتوجدوهم والمذاق راه كيجي رائع. صافي هنايا الاخوات بعد ما يعني استمرت بنفس الطريقه حتى ساليت الكميه اللي عندي، درت المقله ديالي تسخن، درتها بشويه ديال الزيت وحطيت فيها الحريشات ديالي هكا. عافيه تكون متوسطه، ضروري تكون متوسطه باش يدخل ليهم الطياب مزيان ويطيبوا من الداخل. صافي هنا كنخليهم حتى كيتحمروا من التحت، عاد كنبدا نقلب فيهم يتحمروا من الجهه الثانيه. هانتوما بهذه الطريقه كيشدوا داك اللون مذهب، كيجيو زوينين صراحه. غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم فعلا، كيستحقوا التجربه وكيجيو لذاذ، المذاق رائع وكيجيو هشاش واحد العجين صراحه رائعين. صافي هنايا بعد ما قلبتهم غنخليهم يطيبوا ونستمر بنفس الطريقه نطيبهم كاملين. هانتوما الاخوات هذه هي النتيجه النهائيه ديال الميني حريشات ديالنا مالحين بالطون، صراحه كيجيو رائعين. صراحه روعه البنات. نقسم لكم وحده باش تشوفوها كيفاش كيجيو من الداخل ديالهم مع ديك الحشوه، والفرماج كيجي معلق صراحه غزالين وكيجيو فتيين صراحه ما تشبعوش منهم. غير جربوهم ما غاديش تندموا ان شاء الله. كيجيو روعه هشاش لواحد الدرجه صراحه غزالين. جربوهم ان شاء الله وغادي يعجبكم، متاكدين ان شاء الله غيعجبوكم. كيجي المذاق ديالهم رائع. ايوا غنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.